السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة حكايات بلادنا. هنا غد نعيش معاكم لحظات ديال التشويق، الغموض وحكايات زمان. قصص شعبية، حكايات غريبة وأسرار من تراثنا المغربي، كلها بالدارجة باش تحسوها قريبة منكم. يلا وجدوا راسكم وخليوا الخيال ديالكم يسافر معانا في عالم الحكاية. وإلى عجباتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الليل كان كيغطي المدينة بحال بطانية سوداء، والضباب كيتحرك مع الريح على طول المحطة القديمة ديال القطار. المحطة كانت تقريبا مهجورة، غير صوت الريح وهو كيدور بين القضبان الحديدية، وصوت بعيد ديال القطار كيسافر في شي مكان مجهول. أنا اسمي ياسين، طالب في كلية الحقوق، ولكن شغوف بالقصص الغامضة والجرائم القديمة. في ليلة توصلت برسالة غريبة على هاتفي: إلا بغيتي تعرف الحقيقة، ركب القطار الأخير اللي كيخرج مع منتصف الليل من المحطة القديمة. ما فكرتش بزاف، الفضول ديالي دفعني باش نغامر. وصلت للمحطة في الساعة 11:30 ديال الليل، وكان الجو تقيل والناس قلال بزاف. كل شي كيبان طبيعي، غير أن الجو كامل فيه رهبة. سمعت صوت مرا ورايا: حتى انتي جاي للقطار؟ فقلبت، لقيت بنت شابة لابسة معطف أسود، عينيها كبار وفيهم خوف. قلت لها: ولكن علاش كتسولي؟ حيت هذا القطار ماشي عادي، كيظهر مرة واحدة في الشهر، واللي كيركب فيه قليل اللي كيرجع. ضحكت باش نغطي على الخوف ديالي، قلت يمكن غير إشاعات. ولكن في الداخل قلبي بدا كيدق بقوة. مع منتصف الليل بالضبط بان القطار، ما سمعناش صوته من بعيد، غير ظهر فجأة وسط الضباب، أضويته خافتة وكيطلق دخان كيتحرك بحال الغيوم السوداء. دخلنا، والداخلية كانت قديمة بزاف، المقاعد ديال الخشب والزجاج ديال النوافذ مشقق. ما كانوش ركاب كتار، غير 5 ديال الناس متفرقين في العربات، وكل واحد كيبان غارق في الأفكار ديالو. جلست أنا والبنت في مقابل بعضنا. قالت لي بصوت خافت: أنا سميتي نسرين، جاوبيني بصراحة، أش جابك لهنا؟ قلت: جوني إشاعات على القطار وبغيت نعرف الحقيقة. سكتت شوية وقالت: أنا جاية نقلب على خويا، ركب هذا القطار شهر الفات وما رجعش. بديت نراقب الناس اللي معانا، راجل مسن لابس قبعة قديمة وكيشوف في الأرض، ما قال حتى كلمة. امرأة أنيقة كاتبة مذكرات في الدفتر الصغير ديالها. شاب هادئ كيدير سماعات ولكن ما كاين حتى صوت خارج منهم. راجل بدين كيدخن سيجارة وكيشوف الناس بنظرة مشبوهة. وواحد الطفل الصغير كان جالس بوحده وكيضحك مع نفسه. الغريب هو أن الطفل ما كانش باين وقت اللي طلعنا، بحال ظهر فجأة. نسرين قالت لي بخوف: شفتوا؟ هذا الولد ما دخلش معانا. القطار بدا كيتحرك بسرعة غير طبيعية، والنافذة وراها كيبان غير ظلام كثيف، ماشي مناظر طبيعية. فجأة النور طفأ في العربة، ومنين رجع الكاتبة ما بقاتش، غير الدفتر ديالها مطروح على الكرسي. كل شي تصدم، ولكن ماشي بحال الراجل العجوز اللي قال بهدوء: هذه غير البداية. خديت الدفتر وبدينا نقراو فيه. كان مكتوب فيه أسماء الناس، كل الأسماء ديال الركاب اللي معانا، وحتى أنا ونسرين. واللي اختفى كان الاسم دياله مشطب. القطار وقف فجأة في محطة ماشي معروفة. خرجنا أنا ونسرين، ولقيت مدينة كاملة مظلمة، شوارعها خاوية، النوافذ مضوية بضوء باهت، والأصوات جاية من بعيد بحال همسات. واحد الصوت الغامض بدا كيتردد في المكان: كل واحد فيكم عنده سر، والقطار جاي باش يفضح الأسرار. نسرين مسكت يدي وقالت: ياسين، خصنا نخرج قبل ما نولي جزء من هذه اللعبة. رجعنا للعربة، ولكن هذا المرة كل واحد من الركاب بدا كيتفضح. الراجل البدين كان كيهضر مع الظل دياله وكيقول كلمات بحال طقوس. الشاب اللي عنده سماعات بدا كيبكي وكيقول: ما كانش قصدي نقتلها. الطفل الصغير بدا كيضحك بصوت عالي وقال: أنا ماشي طفل، أنا اللي كنجمعكم هنا. النور تقطع مرة أخرى، ومنين رجع الراجل البدين اختفى. نسرين لقت صورة خوها مطروحة في الأرض، شفتها وكان مكتوب من وراها: هو اختار يواجه وانتهى أمره. نسرين غرقت في دموعها وقالت: ما يمكنش،
خصني نكمل حتى نعرف. أنا بدوري لقيت رسالة باسمي. الفضول ديالك غادي يقتلك. القطار بدا كيتحرك بسرعة كبيرة والظلام برا كيولي أثقل. كل شي بدا كيتلاشى واحد بواحد حتى بكينا أنا ونسرين فقط. وصل القطار المحطة مظلمة بحال البداية. باب واحد تفتح والطفل الصغير وقف قدامنا وقال: واش مستعدين تخرجوا ولا تبقاو جزء من القطار؟ نسرين قالت: بغيت نخرج. أنا ترددت ولكن خطيت خطوة للباب. فجأة كل شي تلاشى. لقيت راسي في المحطة القديمة اللي دخلت منها. الساعة رجعت 11:30. القطار ما كانش غير أنا بوحدي. فتحت الهاتف ولقيت رسالة جديدة: مرحبا بك، المرة الجاية غادي يكون القرار أصعب. إلى عجبتكم هاد القصة ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في قناة حكايات بلادنا باش يوصلكم الجديد كل نهار. وخليوا لنا التعليق، واش عندكم شي قصة سمعتوها في دواركم ولا مدينتكم؟ يمكن نعاودها هنا.